السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي بقى هنعمل بضوفر كده. يلا بينا نشوف كده الطريقة هنعمله ازاي. بصوا البضوفر شكله زي تحفة، جميل بصراحة يعني. يلا بينا بقى نشوف الطريقة ديت هنعمله ازاي. هنعمل بقى منه البني، يعني نص بني ونص ابيض، وهنزوقه كده بقى معاكم ونشوف هنعمل الطريقة بتاعته ازاي. يلا بقى بينا كده نشوف هنعمل الطريقة ازاي. متنسوش بقى تصلوا على النبي يا حبايبي، ومتنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناة. انا جبت كده طبق معايا كوبايتين سمنة، ومعايا كوباية سكر. يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. السمنه بقى تحطيها فين؟ هتحطها في التلاجة. انت ما تحطهاش في الفريزر تجمد، لا انت تحطها في التلاجة من تحت. احنا مش عايزينها تجمد او تجمد قوي تكسر المضرب معانا، لا احنا هنحطها نعاير كده. الكوبايه اللي انت عايزه تعايريها هتعملي كوبايتين، هتعملي 3 اللي انت السمنه اللي انت عايزه تعمليها تعايريها. وده المج اللي انا عايرت بيه وعملت بيه المقادير بتاعتي. عايرت كده كوبايتين سمنه وكوبايه سكر. عايرت كوبايتين سمنه وحطيتهم في بوله كده وحطيتهم في التلاجة يجمدوا معايا. فاحنا مش عايزين السمنه تبقى جامده قوي. حطيت السمنه وحطيت السكر وضربتهم كده مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. هتنك بقى تضربي بالمضرب لحد ايه ما يبقى هايش كده ويبقى حلو معاكي زي ما انت شايفه كده. كل شويه تلمي الجناب علشان ايه كله ينضرب مع بعضه. وجبت بيضه، هي بيضه واحده اللي كانت معايا عملتها. اي حبيبي حطيت بيضه واحده بس على ايه، على كوبايتين السمنه، كوبايه الدقيق، كوبايه السكر. كوبايتين السمنه وكوبايه السكر اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. حطيت البيضه عليهم وكملت برضو ضرب. كل شويه تلم الحروف وتضربي. كتر الضرب بيخلي الحاجه معاكي ناجحه وهشه وكويس اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. بقى تنيت نضرب كده والم الجناب واضرب برضو تاني. بس انا مصورتش كله بقى عشان الفيديو ايه ما يبقاش طويل عليكم. هتضربي كتير هيبقى هش كده وحلو معاكي اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. تنك تضربي فيه كده، تضربي فيه لحد ما يبقى هش كده وحلو معاكي ولونه بيفتح كده ويبيض معاكي. كنت ضربته بقى وخلصت كده هنعاير بقى الدقيق معاك. وانا جبت الدقيق اهوت ونخلته هعايره بقى يا حبايبي كده اهو زي ما انتم شايفين كده. عايرت الدقيق اهو، عايرت الدقيق 4 كوبايات دقيق على كوبايتين السمنة على معلقة على كوباية السكر. يعني كوبايتين سمنة 4 دقيق، النص كده على طول 4 دقيق 2 سمنة 1 سكر اهو يا حبايبي. دخلت الدقيق كده وعايرته وحطيت عليه الخليط بتاعنا وشلت شويه في الكوبايه عشان ايه احط شويه بشويه لو بقى شويه دقيق ولا حاجه. بس انا بصراحه حطيت الدقيق كله يعني خد ال4 كوبايات. اتفقنا مع بعض اي معجنات لازم نحط لها شعره ملح صغيره. اي معجنات اي حاجه تعجنيها لازم تحط لها ايه شعره ملح. الخليط خد معايا 4 كوبايات دقيق 2 سمنة 1 سكر. وكنت بقى خلصت عجين بس مش عارفة الفيديو ده الحتة دي المقطع ده ما اتصورش. كنت قسمت بقى العجين نصين وحطيت ايه معلقة كاكاو على اللي هو على نص العجين وقلبته بقى معايا ايه اللي هو الخليط البني ده كده زي ما انا عملته زي ما انتم شايفين كده. بس مش عارفة المقطع ده اتمسح مني معرف غصب عني يعني. جبت بقى يا حبايبي القمع بتاعنا كده. انا ما عنديش اللي هي مكنه البدوفور. انا ما جبت القمع بتاعي كده وايه وعملت به ايه اللي هو البدوفور زي ما انتم شايفين كده. وحسب ما انت عايزه تجيبي القمع وحسب ما انت عايزه تعملي النقشه اللي انت عايزاها. النقشه اللي تعجبك تجيبي القمع بتاعها. يعني انت المح كلها قدامك وتشوفي النقشه اللي حلوه معاكي تعمليها. النقشه دي اللي عجبتني بصراحه يعني عملت بقى البدوفور كله.
عملت اللي انا عملته دوت اللي هو البن، عملته بالكاكاو. خدت نص العجينة وحطيت عليها معلقتين كاكاو ومعلقة سمنة صغيرة عشان ايه ندوبهم كده ببعضهم. دوبتهم وبعدين حطيت عليهم نص العجينة وعجنتها، بقى معايا اللي هو ايه البني دوت. بس هو المقطع ده بقى ما اتصورش، مش عارفة اتصور ومسح مني ما اتصورش، مش عارفة بصراحة يعني. كنت نقشت بقى كله اهوت، نص الابيض ده نقشته كله اهوت، عملته بالقمع كده. النقشة دي عجبتني بصراحة يعني عملتها. وعملت اللي هو البني ده برضو نفس القمع وهو نفس النقش. او يا حبايبي وتسويه بقى على نار هادية كده بالراحة، ما بياخدش سوا، على 160 في الفرن وتحطيه وتطلعيه على طول، ما تخلوش يحمر معاكي. انا كنت طلعته بقى كده ما كانش احمر ولا حاجه، كنت لسه مطلعه من الفرن اهوت. وايه وهنعمله معاك، هنعمله كده مع بعض بقى. بص انا مش عارفه الفيديو ده مش عارفه فيه ايه، حتى الشوكولاته ما جاتش، حتى وانا بزوق ما جاش، مش عارفه اتمسح مني ولا التليفون هنج ولا فيه ايه بصراحه. كنت زوقت بقى اهوت يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. انا جبت شوكولاته بني وجبت شوكولاته بيضه وكنت جايبه جوز الهند على سوداني كده برضو عملت بيها. وجبت اللي هي شوكولاته فرماسي دوت، كنت جايبه البني وكنت جايبه الالوان. وزوقت بقى زي ما انتم شايفين كده. والله انا مزوقه ومصوره الشوكولاته ومصوره الحاجه وانا بزوق، بس مش عارفه المقطع ده ما صورش ليه، معرفش اتمسح مني بقى ولا عمل ايه. يلا ما حصلش نصيب. معلش اتأخرت عليكم بالفيديو دوت عشان النت كان قاطع عندي. يا رب بقى الفيديو بتاعنا يعجبكم يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناة. واللي ما يعرفنيش انا قناة وصفات طبخ